سلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وفي صحه جيده وهانيين خواتاتي. اليوم جيت باش ندير معكم اصابع الشوفلير ولا دورمه الشوفلير. تجي المرقه تاعها عاقده والذوق تاعها تاني يجي ولا اروع. وكان اللي ما يبغاش الشوفلير بصح بهذه الطريقه غادي يولي ياكله، تجي شباب وتجي مرقه تشوفوا عاقده تاعها. تبعوني مع الاخر ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. بسم الله نبداو. هنايا عندي حبة بصل كبيرة مرابية، وحبة تاني شوفها بعد اللي غسلتها وغليتها ودرت فيها مرقة تاع رند وشوية ملح شوية حرور. وهنا عندي فخاد تاع دجاج، وعندي تاني دجاج مطحون، وعندي فص الثوم، طماطم قوطي، وليزيبيس الحرور، وسكنجبير وفلفلة حمراء وقرفة، عود قرفة. انا ندير شوية زيت، ندير قد ربع مغرف تاع زيت، وندير الدجاج تاعي بعد اللي غسلته، وندير شوية ملح ونخليه يتقلى. هنا بعد يتقلى لي شويه الدجاج، دروك غادي ندير بصل تكون مرابي، وخلي شويه باش نديرها في الشوفلير ونخليه يتقلى لي. بعد خليه يتقلى شويه. انا بعد تقلى لي بصل ما نخليش حتى ينحرق لي. دروك نزيد له التوابل. قلت لكم عندي مغرف صغيره تاع فلفله حمراء، فلفل اسود، وسكنجبير، وعود تاع قرفه، وكركم، ومغرف صغيره تاع طوماطيس. ونقلي مليح الماكله باش تجينا بنينه. سر الماكله تاعنا باش تجينا بنينه اللي قلنا نقلو. وانا عندي الثوم، انا 4 سنات تاع الثوم درت شويه وهنا في المرق، وغادي اللي بقى نضيفها تاني في الشوفلير. نخلط مليح ونخليه يتقلى. ونزيد نضيف له عندي الحمص، ونمرق قد نص كاس تاع ما باش ما يحرقليش بصل، ونخليه يتقلى على غرده. هاو انا بعد يتقلى لي شغل المرقه تاعنا خطرت لنا. دروك نمرق بالماء حامي، ما نقووش الماء بزاف باش تجينا المرقه تاعنا بنينه. قد لي يطيب لنا داك الحمص والدجاج، والدجاج خفيه يطيب. وهنا نجي للشوفلير. الشوفلير تاعي هنايا عصرته 2 عقلات من الماء. هو غير نفوروه ولا نغلوه غادي يطلق لنا الماء. اللي نعصروه من الماء مليح باش الماء ما يقعدلناش في الاخر وتحل لنا العقده تاعنا تاع الشوفلير. هنايا درت البولي غاشي، ودرت الثوم والبصل اللي كانوا باقين، وقزبر، ولي زيبيس، زدت فلفل احمر، شويه تاع ملح ما نقووش، وفلفل اسود. وهنا عندي حبه بيض مضربتها، و 3 مغارف تاع لا شابليغ ماهمش معمرين بزاف. ونلم العقدة تاعنا تاع الشوفليغ. صدقوني تجي فيها واحد البنه ولا اروع، واحد البنه شابه بزاف. وهنا نجو باش نشكلوا الحبات تاعنا. هنايا غادي نعطيكم اقتراح اللي تبغي ديرها. قلت لكم انا ديرها على شكل دائري هكا كي بول، ولا تبغي ديرها على الحبه تاع السيجار. انا درت على شكل هكا الحبه تاع السيجار. هنا ندير شويه يديا في الماء باش ما تلصقلناش في يدينا، ونقعد نشكل في الحبات تاعي. ها هما الشكل تاع الحبات تاعي بعد كملتهم. دروك نجيب الفرينه ونرمد كاع الحبات تاعي في الفرينه. ديك الفرينه مي غادي نقلوه ونديروه يطيب في المرقه. غادي المرقه تاعنا تختر لنا بيه وتجينا بنينه، تجينا المرقه تاعنا عاقده. كمل كاع الحبات تاعي. دروك نروح نشوف كيكوطه تاعي. هنايا حليتها قلحت منها الدجاج خاطر الدجاج خفيه يطيب، ونخلي الحمص يطيب على غرده، ونقصها عليها بتيفو ونخليه يطيب. ما نخلوش المرقه تاعنا قاع تنشف لنا. خلو شويه باش نديرو دوك الحبات تاع الشوفلير. وانا ندير المقله تاعي تحمى. لقيت الزيت تاعنا يكون حامي، وما يكونش الزيت يكون شويه قد كاس تاع الزيت، باش هادو السبيعات تاعنا يقلاو غايه يتحمروا. نحمرهم مليح ونقلبهم على الجهتين.
وما غاديش يتحلوا لنا. شوف غادي يقعدوا لنا كيما هما. نكمل كاع الحبات تاوعي نعاود نرجع لكم. ها هما الصبيح تاعي بعد اللي حمرتهم نعطوهم لون شباب. نقعد نقلب في الحبه كيما هاك. قلت لكم نحمرهم على جهتين. هاون هنايا الحمص تاعنا صاير طاب. دروك نجيب دوك الحبات تاعي كاع اللي قليتهم ونديرهم في المرقه معاه مع الحمص، ونخليهم معاه واحد 3 دقائق ونطفو عليهم. ما خلوهمش بزاف يطيبوا على خاطر هما طايبين، خليهم يتجمروا خاطر نخليهم يطيبوا بزاف غادي يتحلونا. ها هو الطبق تاعنا واجد. شو كي جا داير جا محمر ومجمر. واحد الطريقه تاع الشوفلير هذه تجي واحد البنه فيها ولا اروع. اللي ما يبغيش الشوفلير غادي يولي ياكله، سيرتو الدراري كان اللي ما يبغيش الشوفلير. انا وحده من الناس ما نبغيش كاع الشوفلير، بصح بهذه الطريقه ناكله يجي بنين وما تجيش كاع فيه البنه تاع الشوفلير. ان شاء الله تجربوه الشيرات غير بالدجاج، وتنجموا تاني ديروه ان شاء الله في رمضان. يدخل علينا بالصحه والهنا اللي يبغي الشوفلير. مرقه تاع جات غاتره، والحبه تاعها انا قاعده محافظه على الشكل تاعها مع البنه. ان شاء الله تجربوه الشيرات وتعطوني رايكم فيه. معليا نقولكم الشيرات اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه يشترك، وما تنسونيش بالجيم وتعليقاتكم، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي.